حصل قبل تقريبا 150 سنة في منطقة وادي الدواسر. منطقة وادي الدواسر منطقة جميلة تبعد عن الرياض تقريبا مسافة 600 كيلو متر باتجاه الجنوب، يعني وانت رايح الأبها طالع من الرياض تمر بوادي الدواسر بعد حوالي 600 كيلو متر. البلد هذه بلد جميل وأهلها طيبين جدا، وهي بلد زراعي رائع جدا تنتشر فيه أنواع رائعة من التمور، وأنصحكم إذا جيتوا للمملكة أنكم تزورون هذا البلد الجميل وتشوفون أهله الطيبين. قصة ابن عناز حصلت قبل حوالي 150 سنة. فيه رجل من تجار وادي الدواسر عنده مزرعة كبيرة وراعي تجارات منوعة. هذا الرجل رزقها الله بولد، وأثناء ما الولد رضيع ولسه في أيامه الأولى في الحياة مات التاجر ابن عناز، وترك ولده هذا الصغير يتيم الأب وفي حضن أمه. عاشت الأم حياة بسيطة، حياة ضعيفة. ليه؟ لأنهم ما لقوا ثروة ابن عناز. ترك لهم المزرعة الكبيرة، والمزرعة الكبيرة ما قام عليها أحد ولا حد اعتنى بها، فمات النخل اللي فيها وماتت الزراعة اللي فيها، والآبار أو البير اللي فيها انطمر واختفى، وبالتالي أصبحت المزرعة هذه أثرا بعد عين، يعني خرابة في الحقيقة. الولد الصغير بدأ يكبر، فلما وصل إلى ما يصل إليه الرجال بعمر 20 سنة بدأ يتفقد حاله وأحواله، كانت الحياة في ذاك الوقت صعبة. حاول يبحث له عن شغل حتى يشتغل ويحصل على الأموال ويرجع يعمر مزرعة أبوه، لكنه ما قدر، الحياة كانت صعبة. استشار من حوله وقال لهم عن حالته، فقالوا له يا أخي أنت رجال ويقف على زنودك مثل ما يقولون الثور، ليه ما تروح للبحر وتغوص مع الناس؟ ذاك الوقت كان الغوص معروف في المناطق الساحلية، في المناطق الشرقية، في البحرين وقطر وما يسمى الآن البحرين وقطر والإمارات. المناطق الساحلية هذه كان مشهور فيها الغوص واللؤلؤ وبيع اللؤلؤ. فانطلق هذا الشاب إلى فعلا المناطق هذيك وبدأ يشتغل. تعرفون الحياة صعبة يا جماعة الخير، حياة صعبة وفيها فيها خشونة. راح حاول يلقط رزقه، ما وفقه رب العالمين، قعد 2 سنين في البحرين والمناطق هذيك ولا قدر انه يحصل شيء. رجع بخفي حنين الى وادي الدواسر، يشوف امه، يقعد مع امه ويحاول يلقط رزقه لكن ما هو بقادر. اثناء وجوده بوادي الدواسر راى رؤيا غريبة. شاف في المنام رجال يقول له يا ابن عناز رزقك بالعراق، يا ابن عناز رزقك بالعراق. قام من نومه وخذ الموضوع انه مجرد حلم، اضغاث احلام. رجع ينام هذا الشاب وجاه نفس هذا الرجل والهاتف في المنام، قال له يا ابن عناز ترى ماني براجع لك ثاني مرة، رزقك شفه في العراق. قام الولد وهو مقتنع انه يروح للعراق، هو ما يعرف العراق اصلا ولا قد مرت عليه. فبدأ يسأل الناس يقول لهم يا جماعة وش العراق؟ قالوا العراق بلد معروف. وينه؟ قالوا بعيد بقلايع وادرين بعيد. فبدأ يسأل، قالوا له شوف الشمال وبعيد وانت فقير شلون تبي تروح؟ قال بشوف اتعلق لي بقافلة، اتعلق لي بحد رايح يتاجر. وفعلا الولد لهلوب وراعي طبخ وراعي نفخ وراعي خدمة، ولد حرك يعجبك. انضم لإحدى القوافل
وقال لهم يا جماعة الخير أطبخ لكم واجمع لكم حطبكم وعشي إبلكم واعتني بكم، فخلوني أخاويكم. وفعلا خاواهم. ولمن هالقافلة دي غيرت مسارها، شاف لها قافلة ثانية في ملتقى القوافل، وراح لين وصل إلى العراق، وبالتحديد في جنوب العراق. يوم وصل جنوب العراق كانوا اللي معه جايين يتاجرون ويبيعون ويشترون بالعراق، وجلسوا فترة. يوم خلصوا قالوا له يلا يا ابن عناس يلا بنرجع. قال المعذرة منكم. قالوا ما يصير، ايش قعدك بالعراق؟ قال أنا لي شغل بالعراق. يا ابن الحلال أنت أخوتك طيبة ومعدنك طيب وعشرتك طيبة، نبيك معنا في الطريق ونبي نأكلك ونشربك لين توصل. قال لي جماعة الخير اعذروني أنا لي شغلة بالعراق أبيها. وفعلا مشوا الجماعة. ابن عناز قعد بالسوق ما يدري وش يزين. أنا شايف اللي حلم بس وش أزين أنا الحين؟ فقعد معه شيء بسيط من بقية الأكل والطعام اللي هو أخذها من الجماعة، وجلس بهالسوق. يوم عداله 3 يوم وإذا رجال شايب من راعين المحلات بهالسوق جاه. قال له يا ابني وش موقفك هنا أنت؟ لا أشوفك تشتغل ولا أشوفك تبيع وتشتري ولا معك راحلة، يعني ما معك ناقة، ايش قاعد تسوي أنت؟ قال أنا جالس أدور رزقي، لعل الله يسوق لي رزقي. قال الله يسوق لك رزقك بس لازم تبذل الأسباب. أنت من وين أنت؟ قال أنا من وادي الدواسر. قال عندك أرض؟ قال لي عندي أرض. قال فيها ماء؟ الماء قريب؟ قال لي الماء قريب، لو حفرنا ما هو ببعيد الماء. قال وتزرعون برسيم؟ عندكم يزرعون برسيم؟ قال ايه نزرع كل خير. قالوا جاي عندنا تدور الرزق، تارك نديرتك وجاي عندنا تدور الرزق. قال يا عم أنا بقول لك. قال قل. قال أنا أبوي كان تاجر وعنده مزرعة كبيرة عريضة ومات وما ترك لي شيء، وأنا ترعرعت ونشيت على فقر، ويوم أني كبرت جيت بدور رزقي، رحت للبحرين أشتغل معهم في الغوص واللؤلؤ وما رزقني الله شيء. فرجعت شفت في المنام رجال يقول لي رزقك بالعراق، وكرر علي الكلام هذا، فجيت أدور رزقي. قال له الشايب يا الله جاي هنا بسبب حلم. الحلم شش بيعطيك الحلم يا ولدي؟ يقول له ايش بيعطيك الحلم؟ شوفني أنا من شهرين شايف اللي حلم وتكرر علي الحلم هذا ولا شفت منه فايدة. شفت في المنام واحد يقول لي ترى بضاعة وتجارة ابن عناز مدفونة تحت مربط خيله، وتكرر علي 2 أو 3 وما بقى أحد بهالديرة وحوالينا ما سألته من هو ابن عناز، ما وصلني خبر. الأحلام دي ما ينوخذ منها يا ولدي. يقول له قال يا عم وش قلت عد كلامك. قال قلت لك يقول ترى تجارة ومال ابن عناز مدفونة تحت مربط خيله. قال الله يجزاك خير يا عم، الله يجزاك خير. لا نصيحتك طيبة، برجع واشوف مزرعتنا واشوف امورنا، الله يجزاك خير. ويمشي ابن عناز ويشوف له قافلة من هالقوافل الراجعة ويتشعمط بها ويصير معهم يطبخ لهم وينفقهم لين وصل الوادي الدواسر. يوم وصل الوادي الدواسر راح لأمه قال لها يا يمه. قالت لبيه. قال الله يجزاك الجنة، أبوي وين كان يربط خيله حصانه؟ وين كان يربطه؟ تعرفون من أول الناس على إبل أو على خيل أو على حمير. وراعين المزارع ترى يا جماعة الخير يشتهرون بموضوع الخيول والحمير لأنها تعيش عندهم. قالت يا ولدي أبوك له مربط هنا في البيت يربط به حصانه، ومربط في المزرعة. قال لا ما باللي بالمزرعة، ذكي هو، ما باللي بالمزرعة، أبي اللي هنا. وين؟ قالت اللي هنا هذا مكانه يا ولدي، هنا بذا المكان كان أبوك يربط حصانه. لأنه هو ما شاف أبوه
أبوه توفاه الله وهو صغير بحضن أمه. قام الرجال وجاب معاويله وجاب أدوات الحفر وبدأ يحفر تحت مربط الحصان. وبعد فترة ويطلع له قدر كبير، قدر ذبايح يا جماعة، القدر الكبير اللي ممكن تنزل فيه الذبيحة. وإذا بهذا القدر ومغطى، يفتح هذا القدر وإذا الفضة والذهب اللي كان أبوه يتاجر فيها. أبوه يظهر لي والله أعلم إنه كان يتاجر، لكن تعرفون الناس ما كان عندهم بنوك ولا كان عندهم أماكن يحفظون فيها الفلوس، فكان حافظ هالفلوس والظاهر إنه ما أعطى أحد خبر. وجاه الموت وهو ما هو كبير، ما كان متوقع. ولذلك الواحد يا جماعة الخير لابد يتوقع الموت في أي لحظة. الولد أخذ فلوسه وبدأ تجارته وانطلق في تجارته، واشتهر مثل عند أهل وادي الدواسر يظهر لي حتى الآن موجود: والله لو تجارتك تجارة ابن عناس. يقولون كذا، والله لو تجارتك تجارة ابن عناس. يهدفون منها لتضخيم الشخص إذا كان تاجر، يعني إنك أنت تاجر بتكون مثل ابن عناس.